في البداية أشكر الأخوان في مجلس الدوي على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع الشفافية، وأتمنى أن أكون أضيف شيء جديد، كما أشكركم جميعا على الحضور لأهمية الموضوع مثل ما تفضل الأستاذ. أنا بتطرق إلى الموضوع حوالي 5 أو 6 نقاط. النقطة الأولى هي سريعة لأن رايح يغطيها الأستاذ خالد هجرس، وهي الغطاء القانوني. الضريبة في البحرين فرضت بناء على مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018، ومن ثم التعديل لفرض نسبة 5% من ضريبة القيمة المضافة، ثم تم تعديل هذا الموضوع أو هذه النسبة في 2022 رفعت إلى 10%. الشفافية والإفصاح. ماذا نعني بالشفافية؟ أولا في الضرائب، أنا دائما أركز على موضوع الضرائب. الشفافية هو مبدأ يقوم على إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بالنظام الضريبي والبيانات المالية العامة المتعلقة بها وإتاحتها للجمهور بشكل عام. بمعنى آخر أن الناس تطلع على كل ما يتعلق بمواضيع الضريبة، ورايح أتي في بعض التفاصيل لأهميته وأهمية المبالغ اللي يتم تحصيلها. وتهدف الشفافية اللي دائما نتكلم عنها نحن في الجمعية البحرينية للشفافية لتعزيز الثقة والمساءلة والعدالة، مما يساهم في النمو الاقتصادي. الشفافية والإفصاح في مجال الضرائب تواجه تحديات، ليست يعني نعني بكلمة الشفافية نطلقها ونمشي عنها، وإنما هناك تحديات حقيقية تواجهها الشفافية، وتحديات مختلفة، منها التهرب الضريبي وكيفية اكتشاف التهرب الضريبي، ومنها غموض القوانين. بعض القوانين غامضة غير مفهومة حتى لمن يتعامل مع الضريبة. تعليمات في بعض الأحيان تكون غير واضحة، الإجراءات تكون غير واضحة، ما هو مطلوب ممن يدفع الضريبة وإلى آخره. وأيضا في بعض الدول السرية المصرفية، وهذه كارثة في دول أخرى. على سبيل المثال لبنان، وكلكم تعرفون شو اللي حصل في لبنان بسبب السرية المصرفية على الحسابات اللي يتم، لأن دائما التهرب الضريبي والفساد وإلى آخره يصب في الأخير هو في حسابات مصرفية. فطالما هذه الحسابات مخفية عن الناس وعن الجمهور وعن إلى آخره في حدود معقولة، فبالتالي يعني ممكن تساهم في عملية الفساد. ولتحقيق الشفافية في الضرائب يمكن الاستفادة من بعض الأساليب حتى تتغلب على موضوع خلينا نقول الإخفاء وإلى آخره، ويكون عندنا شفافية واضحة. هناك بعض الأشياء التي يجب أن تلتزم فيها الجهات المعنية، منها الإلزام الحكومي، إلزام الشركات أو الحكومات والتبادل الآلي للمعلومات والممارسات السليمة في العمليات المصرفية وما يتعلق بالميزانية العامة وكل ما يتعلق بالضرائب سواء كانت إيرادات أو مصاريف. كما هو معلوم لنا جميعا أن المواطن هو من يتحمل العبء الأساسي في دفع الضرائب، سواء كانت هذه ضريبة القيمة المضافة مثل ما هي عندنا الآن، أو ضريبة الانتقائية اللي هو اللي يشربون سجاير وإلى آخره، أو كانت ضريبة الدخل وهي ليست موجودة في البحرين في الوقت الحاضر، وضريبة الشركات أيضا. لذلك لابد أن يعرف المواطن هذه الأموال التي يتم تحصيلها أين تذهب، كيف تصرف، على ماذا تصرف، هل هي تحقق الخدمات التي خلينا نقول تقدم إلى الناس اللي دفعوا الضرائب، سواء كان خدمات صحية أو خدمات تعليمية أو خدمات إسكان أو إلى آخره، أم أن هي يعني فقط تجمع وتصرف في بنود ليست لها علاقة بالأهداف التي من أجلها وضعت هذه الضريبة. إن إفصاح الحكومة عن كيفية صرف المبالغ المتحصلة من الضرائب بالتأكيد سيعزز الثقة في الإجراءات الحكومية والإجراءات الاقتصادية. ويجب ملاحظة أن المرسوم بالقانون اللي تكلمت عنه قبل شوي أو ذكرته بشكل سريع لا يفرض على الحكومة الإفصاح عن كيفية التصرف في إيرادات ضريبة القيمة المضافة
أو الضريبة الانتقائية. لذلك تفتقد الشفافية في مجال المصروفات المتعلقة بالمبالغ التي يتم تحصيلها من قبل الضريبة. وهنا يأتي أهمية وجود قانون اسمه قانون حق الحصول على المعلومات، وهذا القانون نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي صادقت عليها مملكة البحرين وأودعت مستندات التصديق في 2010، وأصبحت إلزامية وأصبحت جزء يفترض أنها تكون جزء من المنظومة القانونية في البحرين. هناك 8 دول عربية أصدرت قانون حق الحصول على المعلومات، وآخر دولة هي دولة الكويت في شهر مارس 2021. باعتماد دولة الكويت لقانون حق الحصول على المعلومات حسن مركزها على مؤشر مدركات الفساد اللي تصدره منظمة الشفافية الدولية. هذا القانون طبعا يساعد الباحثين، يساعد الأكاديميين، يساعد مؤسسات المجتمع المدني، ويساعد الناس على الاطلاع على المعلومات اللي يحتاجونها بشكل عام. وهذه المعلومات اللي يحتاجونها والأكاديميين والمؤسسات المجتمع المدني هي بالتأكيد سوف تساهم من خلال تقارير أو خلال البحوث اللي يعدونها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إيرادات الضريبة، قيمة ضريبة القيمة المضافة في البحرين. بلغت إيرادات البحرين من الرسوم والضرائب، وهذه أرقام جدا مهمة، فعليا حسب الحساب الختامي للبحرين لعام 2022 872 مليون و946 ألف دينار بحريني، مقابل 675 مليون و262 ألف دينار بحريني، وهو المعتمد في الميزانية، بمعنى أن هناك تحسن إيجابي بلغ 197 مليون دينار، هذه في سنة واحدة. ويعتبر مبلغ الضرائب والرسوم هو الإيراد الثاني بعد النفط. النفط تحقق لنا الآن بعد ارتفاع أسعار النفط تقريبا 3 مليارات دولار أمريكي أو دينار بحريني، وهذا الرقم الثاني من بعد إيرادات النفط. من هذا المبلغ 298 مليون و696 ألف دينار بحريني 547 مليون و195 دينار بحريني هي ضريبة القيمة المضافة. كان المفروض في الميزانية هو 298 مليون و696، ولكن ارتفع المبلغ لل 500 لأكثر من 100%، والسبب ما تعرفون أو كما ذكرت أن ارتفعت نسبة القيمة المضافة إلى 10%. عضوية البحرين في المنظمات الدولية. هناك طبعا منظمات دولية تراقب أداء الدول والحكومات فيما يتعلق بتبادل المعلومات والشفافية في المعلومات، وإذا كانت هذه الدول يعني توفر المعلومات المطلوبة ولا لا. انضمت البحرين في العام 2010 إلى عضوية نفس السنة اللي انضمت فيها البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. انضمت البحرين إلى عضوية منظمة المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، الذي أنشئ بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 حسب توصيات مجموعة الدول ال20 الجي 20، التي دعت إلى اتخاذ تدابير ضرورية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز مبدأ الشفافية. بالمناسبة العام الماضي نفس المجموعة هذه الجي 20 أقرت بأن على الدول في جميع أنحاء العالم أن تعتمد ضريبة على الشركات، على أرباح الشركات بنسبة 15%. فيعني حسب التعليم، حسب التوجيهات أو حسب يعني خلينا نقول الحركة الاقتصادية العالمية، أصبحت الضريبة على الشركات اللي الآن بدأت مجلس النواب والحكومة بدأوا يتحدثون عنها، وطبعا احنا في الشفافية تكلمنا عنها كثيرا، بأن أغلب دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي تفرض ضريبة على أرباح الشركات. ليس المفروض هو أن تفرض ضريبة على رأس مال الشركة، وإنما على الأرباح المتحققة. هذا الآن أصبح في توجه عالمي بأن لا تقل الضريبة على أرباح الشركات عن 15%. هذا راح يوفر طبعا مبالغ كبيرة إلى إيرادات الدولة، فبالتالي يعني يمكن تظل
ضريبة القيمة المضافة على 10%، وإن شاء الله تكون تنخفض ما يساعد على رفع كفاءة خلينا نقول الحياة الاقتصادية للمواطنين. التزمت البحرين بتطبيق المعايير المتعلقة بهذه المبادرة، وفيها معاييرين رئيسيين أو معيارين رئيسيين. المعيار الأول هو تبادل المعلومات عند الطلب، بمعنى آخر أن إذا دولة ثانية طلبت من البحرين معلومات تتعلق بالضريبة المضافة، سواء كان عن البحرين أو عن شركات في تلك الدول له فروع في البحرين، فعلى البحرين أن تقدم هذه المعلومات. المعيار الثاني هو التبادل التلقائي للمعلومات، بمعنى أن هناك معلومات يجب أن تقدمها كل دولة، وهذه هناك 190 دولة في هذه المبادرة، كل دولة عليها أن تبعث بالمعلومات التي تحتاجها أو يفترض أن هي تقدمها إلى هذه الجسم. البحرين حصلت على تقدير متوافق مع المعايير الدولية في المعيارين، ولكن التقرير الأول يقدم في سنة 2018 قبل أن تفرض البحرين ضريبة القيمة المضافة، والتقرير الثاني هو قدم في 2022 في شهر نوفمبر 2022 في المنتدى اللي صار في أشبيلية. هناك دول البحرين اعتمدت 66 دولة يتم تبادل المعلومات فيما بينها بشكل رسمي، يعني هم يطلبون معلومات احنا نوفرها لهم، احنا نطلب من عندهم معلومات هم يجب ان يوفرونها لنا فيما يتعلق بالإيرادات المتعلقة بالمعلومات بما يتعلق بالشركات أو الشركات العاملة هذه، وحتى خلينا نقول الحسابات المصرفية لهذه الشركات وللأفراد لتلك الدول المقيمين على أرض المملكة. من هذه الدول طبعا إسرائيل اعتمدت في 2023، والبحرين طبعا تتعامل معها مثل أي دولة ثانية، تطلب منها المعلومات أو تتبادل. البحرين لم تطلب معلومات من الدول الأخرى حسب ما هو منشور على موقع هيئة الإيرادات، وإنما تقدم المعلومات. إلى الآن ربما البحرين لا تحتاج إلى أن تطلب معلومات عن تلك الشركات، الله أعلم. لا. هل هناك البند أو النقطة الخامسة، هل هناك شفافية في الضرائب؟ على المستوى الدولي البحرين ملتزمة تماما بالمعايير اللي تكلمت عنها الاثنين، وأنا اختصرتها بشكل سريع حتى ما أطول عليكم، بالمعيارين الرئيسيين. ولكن فيما يتعلق بالوضع المحلي، الوضع الوطني، وكما يرد في الميزانية والحساب الختامي للدولة، هناك جزء جيد من الإفصاح فيما يتعلق بالإيرادات بشكل عام والرسوم. لما تفتح حساب الختامي للبحرين في عام 2022، وهو آخر حساب ختامي معتمد 2023 للآن لم يصدر، هناك تفاصيل دقيقة جدا عن الإيرادات، ولكن لا يوجد ما يقابلها خلينا نقول تفاصيل عن كيفية صرف هذه المبالغ. نتكلم عن مبالغ الإيرادات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، يعني لا يوجد أي نوع من أنواع التفاصيل، وإنما فقط رقم واحد، ولا يوجد حتى الرقم هذا، وإنما هي يبدو تدخل ضمن إيرادات العامة للدولة، ويتم الصرف عليها مثل الإيرادات التي تتأتى من النفط وإلى آخره. أنا شخصيا أعتقد أن ضريبة القيمة المضافة ساهمت في تسديد جزء كبير من تكلفة الاقتراض. تعرفون البحرين الدين العام وصل إلى تقريبا 17 مليار دينار، وهذه له تكلفة حسب حساب 2022 كان 736. تكلفة هي الفائدة اللي ندفعها احنا كدولة، 736 مليون و385 ألف دينار بحريني ندفعها فوائد على الدين اللي احنا اقترضت الحكومة اللي هو تقريبا 17 مليون. في ميزانية 2022-2023 المتوقع هو 800 مليون أو أكثر، وميزانية 2024 نفس الرقم تقريبا. فبالتالي يعني احنا جزء من مليون، فبالتالي احنا يعني نساهم او خلينا نقول بشكل مباشر في تسديد تكلفة الدين العام من خلال ضريبة القيمة المضافة اللي تحتسبها
الحكومة على كل مشترياتنا. النقطة السادسة الرقابة الشعبية. الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، في وحدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراعي اللي بناء عليه لما أقر قانون الضريبة المضافة في دول مجلس التعاون بناء على قرارات اللي اتخذها أحد الاجتماعات، وأتصور في 2018 إذا لم تخني الذاكرة، أنشئت وحدة لمراقبة أيضا أداء الدول هذه، وهذه الوحدة تعطي تعليمات من وقت لآخر. من ضمن التعليمات اللي أصدرتها هي مبادرة من الجمهور، منا احنا، مبادرة من الجمهور في عملية الرقابة على الشركات وعلى المحلات فيما إذا كانت هي ملتزمة بقانون الضريبة المضافة. كيفية الالتزام هو أن كل شركة لازم يكون عندها رقم خاص فيما يتعلق بالضريبة المضافة. هذا الرقم طبعا تعطيه إياه اللي هو الهيئة المعنية في الدولة. احنا من حقنا كمواطنين حسب ما تقول التعليمات، من حقنا نسأل صاحب الشركة هل هذا القانون، هل هذا الرقم صحيح، بمعنى أن المبالغ اللي يأخذها من عندنا 10% على بعض المواد اللي نشتريها، المستلزمات العائلية ومستلزمات المعيشة، هل تروح إلى إيرادات الدولة والله هو يأخذها؟ احنا من حقنا أن احنا نسأل، وإذا وجدنا هناك أشياء يعني غير طبيعية بإمكاننا نتواصل مع الجهاز المعني بالإيرادات. آخر نقطة هي تكلفة التهرب الضريبي على المستوى العالمي. التهرب الضريبي على المستوى العالمي يتركز في شغلتين أساسيتين: في الشركات، وهي الشركات العابرة للحدود، شركات النفط وشركات التكنولوجيا الحديثة، شركات مثل أمازون وإلى هاي الشركات، لأن عندها فروع متعددة في دول مختلفة، فتستطيع من خلالها أن يعني تتلاعب على القوانين لتخفيض أو للتهرب من قيمة الضريبة المضافة. قيمة التهرب الضريبي في العالم بلغ 427 مليار دولار أمريكي، وهذا حسب ما أعلنت عنه منظمة شبكة العدالة الضريبية، وهي شبكة غير حكومية لا تنتمي لأي حكومة ولا تدعمها أي حكومة، وإنما هي يعني شبكة مستقلة. يعني مثل ما قلت يتركز التهرب الضريبي في الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والتي لديها فروع مختلفة، وأيضا ضريبة التي تفرض على الأفراد وهي ضريبة الدخل. في البحرين ورد في الحساب الختامي 2022 أن هناك مبلغ غرامات وجزاءات، وأيضا هذه العلاقة أما بتهرب ضريبي أو إلى آخره، بلغ 1,389 دينار بحريني، مما يوحي ما أن أما أن هناك تهرب ضريبي متعمد أو أن هناك جهلا بتنفيذ القانون نظرا لحداثة الخبرة في حسابات الضرائب وإلى آخره. وتعمل العقوبات والغرامات بمثابة رادع رسمي وقانوني مالي يحد من التهرب الضريبي، وهذا طبعا معتمد. بالرغم من وجود هذه الغرامات والقانون في البحرين أساسا ليس فقط الغرامات، وإنما حتى السجن، يمكن الأستاذ خالد بيتطرق لهذا الموضوع، للي يتهربون الشركات التي تتهرب من دفع الضريبة اللي استحصلت من المواطنين، فيها غرامة وفيها مضاعفة على الغرامة للمبلغ اللي يتهرب منه ل3 أضعاف. يعني معنى لو واحد تهرب عن دفع ضريبة قيمتها 10,000 راح يدفع 30,000 دينار، وربما يتعرض للسجن لمدة 1 إلى 3 سنوات على ما أعتقد. شكرا، وآسف أنا على الإطالة وأشوفك طالعني.